تعالوا بقى نعمل 3 افكار للفطار او العشاء، وكمان بقى جوع اخر الليل. ينفعوا جدا للولاد في اللانش بوكس، هيعجبوهم قوي. طريقتهم سهله جدا، مش بياخد وقت خالص، وطعمهم خطير. تعالوا بقى نشوف هنعملهم ازاي. اول ساندوتش عندي عيش التورتيلا، وتقدروا تستخدموا العيش الابيض عادي جدا. انا استخدمت الجبنه الكيري، هفردها كده عليه بكل سهوله، او ممكن تستخدموا اللبنه او اي نوع جبنه عندكم سهله في الفرد. بعد كده بحط شريحتين من الجبنه الشيدر، وكمان شريحتين من التركي المدخن، وحبه كده من الفلفل الالوان، بيدي طعم حلو قوي. وهبتدي ان انا الف العيش كده بكل سهوله، هيتلف معاكم. وطبعا عشان يتلف كده لازم يكون طازه. هجيب بقى طاسه احط فيها مسحه بسيطه قوي من الزيت، وهبتدي احمص العيش من ناحيتين ياخد لون ذهبي حلو كده زي ما انتم شايفين بقى شكله حلو ازاي. بياخد قرمشه من بره حلوه قوي، وفي نفس الوقت من جوه بيبقى طري. هقسمه كده نصين، وادي بقى شكله من جوه خطير، وريحته تحفه. طعمه كان حلو قوي، الفلفل الالوان مديله طعم حلو، وفي نفس الوقت خفيف جدا. الفكره التانية، هجيب العيش وهقطعه بالسكينه بالشكل ده، وبعد كده هجيب معلقه صغيره من صلصه البيتزا الجاهزه، هبتدي ان انا اوزعها كده بالشكل ده، وممكن تستخدموا الكاتشب عادي جدا. وبعد كده هحط جبنه موتزاريلا، وفي جزء هحط شرايح من السلامي، والجزء اللي قدامه هحط شرايح من الزيتون. وهبتدي بالراحه قوي ان انا الف العيش بالشكل ده، هياخد شكل كده الكريب. برضو العيش لازم يكون طازه عشان يتلف بكل سهوله، ما يتقطعش منكم. وادي بقى شكله النهائي، شايفين بقى شكله تحفه ازاي. في طاسه برضو مدهونه دهنه بسيطه من الزيت، هبتدي ان انا احمص العيش من ناحيتين على نار متوسطه علشان الجبنه تسيح معايا، وفي نفس الوقت العيش يتحمص حلو قوي. بس كده لما بياخد لون ذهبي وفي نفس الوقت الجبنه بتسيح، بيبقى جاهز معاكم بالشكل ده. كان رهيب، طعمه زي البيتزا بالظبط بس من غير مجهود. اخر فكره معانا والمفضله بالنسبه لي، عيش التورتيلا. هحط عليه طبقه رقيقه قوي من اللحمه المفرومه، رشه من الملح والفلفل الاسود، وهاخده بقى على طاسه مدهونه بالزيت. هبتدي ان انا اقلبه على الناحيه بتاعه اللحمه كده، واضغط عليه كويس قوي لحد ما اللحمه تستوي وتاخد لون من ناحيه. هقلبه على طول، احط بس شويه جبنه موتزاريلا، حاجه بسيطه عشان بس الزق الطبقه الثانيه من العيش، واقلبه على طول. وبعد كده هبتدي ان انا احط عليه صلصه البيتزا الجاهزه، جبنه موتزاريلا، وشويه كده من الزيتون والفلفل الالوان. والنار هنا يا جماعه بتبقى اقل من المتوسطه عشان ما تلسعش معاكم من تحت، وفي نفس الوقت تدوا فرصه للجبنه انها تسيح. اول ما الجبنه بتسيح خلاص بتطلعوه كده، وبيبقى جاهز معاكم بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. هتقطعوه بقى زي البيتزا. عايزه اقول لكم انا ممكن اعمله لاولادي على الغدا، لان جامع ما بين اللحمه المفرومه وفي نفس الوقت شكل وطعم البيتزا، بياخد لون حلو قوي كده من تحت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اديكوا شفتوا 3 افكار اسهل من بعض، ورغم سهولتهم طعمهم خطير. وطبعا هستناكم تجربوهم وتقولوا لي رايكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.